ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وكل حاجه كويسه. هنراجع دلوقتي مع بعض يونت 1 في منهج الساينس اولى اعدادي الترم الثاني. لو انت ما بتعرفنيش، انا مستر مارسلينو، تيتشر اوف ساينس، مدرس ساينس في القاهره والجيزه والقليوبيه. لو انت مش موجود في كوميونتي الواتساب، خش دلوقتي عشان بنزل الملزمه فور فري، واليونت كلها في 11 صفحه بس. ركز معايا، هنشرح ونحاول نحل كمان، وان شاء الله تخرج من الحصه دي كل حاجه تبقى تمام. هنفتكر بسرعه، احنا قعدنا نشرح مع بعض وعدنا وزلنا، بس هنراجع على اهم النوت، واليونت كلها هتتشرح. ركز معايا بقى. كانت اول حاجه عندنا ايه في المنهج؟ compare between metal والنون metal. مستر انا عايز افتكر بسرعه ازاي افرق بين ميتال ونون ميتال. لما يجي لك element في الام سي كيو في اللي تشوز يقول لك كل ده ميتال اكسبت مع ده يطلع لنا ميتال، اطلعه ازاي؟ ركز معايا بقى. اول نوت، ودي اهم نوت عندنا في الفرق ما بين الميتال والنون ميتال، لاست انرجي ليفل. ايه اللاست انرجي ليفل ده يا مستر؟ قلنا ركز معايا، جيب القلم عشان نشرح لك يعني ايه لاست انرجي ليفل. طق ازرق زي الفل. قلنا اللاست انرجي ليفل ايه هي؟ مثلا انا عندي صوديوم، الصوديوم ده فيه كام الكترون؟ فيه 11 الكترون. بيتوزعوا ازاي؟ قلنا بيتوزعوا 2 8 1. لاست انرجي ليفل اللي هو ده انرجي ليفل، اخر الكترون فيه كام؟ فيه 1. ما دام هو less than 4 الكترون يبقى ميتال، less than 4 الكترون يبقى ميتال زي الفل. طب لو ازيد من 4 الكترون يبقى نون ميتال. هو ده اللاست انرجي ليفل. اهي مشروحه بالتفصيل اهي. يلا يا ابني دوسنا يا ابني اهو. الكترون لاست انرجي ليفل لو كان 1 او 2 او 3 الكترون يبقى ده ميتال، لكن لو 5 او 6 او 7 اللي هو اكتر من 4 الكترون يبقى ده نون ميتال. بس خلي بالك قلنا ما عدا الهيدروجين والكربون في النون ميتال ممكن يبقى عندهم اقل من 4 الكترون بس دول نون ميتال. زي الفل زي الفل، ودي بتلخبط ومهمه جدا. تاني حاجه الفيزيكال ستيت، الحاله الفيزيائيه بتاعته. اعرف طبعا افرق بين السوليد والليكويد والجاز، ماشي. قال لك خلي بالك all metal are solid except mercury. all metal are solid except mercury. all metal solid except mercury. ماله الميركوري يا مستر؟ ده ليكويد. وريتك في الحصه فيديو لينا ازاي الميركوري ميتال وليكويد. تمام تمام. طب النون ميتال يا مستر؟ قلنا كلهم سوليد او جاز ما عدا البرومين ليكويد نون ميتال. كل نون ميتال سوليد او جاز ما عدا البرومين ليكويد. زي الفل زي الفل. الحاجات دي شرحناها بالتفصيل، انا براجع زي الفل. قال لك قوه المعدن بتاعي سواء ميتال او نون ميتال. انا عندي في الميتال قلت ايه؟ قلت دكتايل اند فورمبل اند ميليبل. انا اقدر اتنيه زي الذهب كده، بقدر ايه؟ اشكله يبقى ده كده ميتال، ده كده معدن. لكن لو كان بريتل، لو كان هش، بص زي الحجر ايه؟ ضعيف صغير بيكسر بسرعه، كان هش يبقى ده نون ميتال. زي الفل زي الفل. يبقى الميتال كده دكتايل وميليبل، ميتال بريتل زي الفل. الميتاليك لاستر اللمعان بتاعه، قلنا الميتال بتاعي عندي هاف ميتاليك لاستر، دي لمعه حلوه، لكن النون ميتال دونت هاف ميتاليك لاستر. تمام تمام كده. نخش في اخر حاجتين، كوندكتيفيتي. يعني كوندكتيفيتي يا مستر؟ هل المعدن بتاعي ده لو انا جوه السلك حطيته هيوصل حراره ولا لا؟ هيوصل حراره. طب ما انا كده قلت لك الحاجات اللي جوه السلك دي جود كوندكتور اوف هيت، جود كوندكتور اوف الكتريستي، بتوصل حراره. زي الاطباق يقول لك الطبق ده ينفع اسخن فيه والطبق ده ما ينفعش اسخن فيه. ليه؟ عشان ده ميتال وده نون ميتال. ده يوصل لي الحراره زي الالومنيوم يوصل لي الحراره للاكل، لكن ده مش هيوصل لي الحراره للاكل. اهو الميتال كله لازم يكون جود كوندكتور اوف هيت اند الكتريستي، لكن النون ميتال باد كوندكتور اوف هيت اند الكتريستي، ما عدا الجرافايت ده جود كوندكتور اوف الكتريستي. خلي بالك الحاجات اللي معانا دي مهمه جدا، كتبتها لك في الملزمه. لو عايز الملزمه هقول تاني، خش دلوقتي على كوميونتي الواتساب، تلاقي لينك في الديسكربشن على اليوتيوب، عشان جروب مهم جدا بنبعت عليه مراجعات. الميلتنج بوينت، درجة الانصهار. أكيد في الميتال عشان ينصهر عايز درجة عالية فعنده هاي ميلتنج بوينت، لكن في النون ميتال لو ميلتنج بوينت. اكزامبل بقى، وانت طبعا هتعرف تحل أي حاجة لو انت حافظ النمبر اوف الكترون لكل واحد. مثلا الصوديوم قلنا ايه؟ عنده 11، فهو ايه؟ اخر واحد اقل من 4 يبقى ميتال. سواء صوديوم بقى، كوبر، زنك، سيلفر، ايرون، كل ده ميتال. دول اهم الحاجات اللي بيسال فيهم كتير. لكن النون ميتال زي الكربون، سلفر، فوسفورس، برومين، ايودين، زي الفل زي الفل. الميتاليك بوند ما بين السوليد بتاع الاتوم، لو سوليد لازم يكون نفس سيم ميتال.
هنشرحها بالتفصيل هنا. الميتاليك بوند، ركز معايا بقى عشان ناس كتير بتتلخبط في الحته دي. مستر يعني ايه اصلا ميتاليك بوند؟ انا مش عارف يعني ايه اصلا ميتاليك بوند. قال لك الميتاليك بوند هي القوه اللي ما بين الكاتايون والالكترون. يعني ايه؟ انا عندي اي اليمنت بيبقى فيه كاتايون معاه بوزيتيف ايون وحواليه فالنس الكترون. قال لك البوند القوه الجذب الاتراكشن ما بين الكاتايون اللي هو بوزيتيف، قلت لك الكاتايون على طول بوزيتيف، والنيجاتيف فالنس الكترون. ده الميتاليك بوند، الاتراكشن بتوين، الشد اللي ما بين البوزيتيف والالكترون. ده الميتاليك بوند. زي الفل زي الفل. قال لك خلي بالك لما ازود عدد الالكترونز اللي حوالين الكاتايون، كل ما العدد الالكترون يزيد قوه الميتاليك بتاعتي هتزيد. طبيعي جدا. اهو مديك فرق ما بين الصوديوم والمغنيسيوم والالومنيوم، ودي النوت. باي انكريزنج ذا نمبر اوف الكترون، قوه الميتاليك السترينث ميتاليك بوند انكريز، فكده هيبقى هاردنس وهيبقى ميلتنج بوينت ايه اوف ميتال، هيبقى ايه قوي جدا وصعب ان هو يتكسر. يعني ايه مستر نمبر اوف الكترون؟ العدد ده يا حبيبي كل ما العدد ده يزيد، ده 11 ده 12 ده 13 كده اللاست انرجي في 3. فالنمبر اوف فالنس الكترون انكريز، السترينث اوف ذا ميتاليك بوند انكريز. ماشي يا مستر، نخش في الجزء اللي بعده. عندي حاجه تاني اسمها الوي. يعني ايه الوي يا مستر؟ انت لازم تكون فاكرها اصلا من الحصه. قلنا الوي ده خليط ميكتشر كومبوزد اوف ذا ميتال اوف تو اور مور ميتال. يعني انا عندي جبت عنصر وجبت عنصر، اتنين ميتال وحطيتهم على بعض عمل لي الوي، عشان ده لوحده ضعيف شويه وده لوحده ضعيف شويه، لما يمسكوا في بعض هيبقى اقوى. تمام زي الفل. في الحصه جبت لك اتنين مع بعض مسكتهم في بعض، قلت لك كل ولد لوحده هيبقى ضعيف، لو دخل خناقه كان اتنين مع بعض هنبقى اقوى. زي الفل. طب اديني اكزامبل يا مستر. عندك البرونز الوي. قال لك البرونز اصلا مفيش حاجه اسمها برونز لوحده، يعني مفيش اليمنت اسمه برونز لوحده، لا البرونز ده فيه اتنين اليمنت، في كبر وفي تن. الكبر 95%، التن 5%، فالكبر هو الاكتر. فقال لك البرونز الوي هاردر ذان كبر اند دازنت راست. يعني الكبر لوحده بص 95% مستر، كبر لوحده اضعف من البرونز عشان حطيت عليه تن خليته اقوى، رغم ان هو ايه حته صغيره بس خليته اقوى. قال لك كمان لما حطيت عليه تن ما بقاش يصدي، دونت تراست. ودي على فكره اللي شغال في محلات فضه يعني، او لو حد يعرف حد شغال في محلات فضه هيعرف ازاي ما يخلوش البرونز يصدي، ان هو بيحط عليه ايه شويه تن. قال لك خلي بالك صفات الالوي بتختلف على صفات الاوريجينال اليمنت. يعني البرونز بيختلف عن الكبر ليه؟ عشان زودنا عليه تن. ماشي يا مستر، دي سهله جدا. ماشي. اخر جزء ده كده ليسون 1 خلص. اخر جزء فيه بيقول لك ايه؟ بيقول لك الريسايكلينج. يعني ايه الريسايكلينج؟ انا عندي حاجه موجوده منها بكميه قليله، فانا عايز اعمل لها ريسايكل، عايز اعمل لها اعاده تدوير، بس كده خلاص. هي بروسس عمليه انا بحافظ على الايه كونفرجن الويست، بحول الويست لنيو سبستانس. انا بحافظ على الحاجه اللي عندي ازاي؟ ان انا بجيب منها الويست حاجه مستخدمه، يعني حاجه ما بقتش جديده بخليها جديده نيو سبستانس. طب ليه يا مستر؟ ممكن يقول لك جيف ريزون because the decreasing of the abundance او difficulty of extracting them from the ore. يعني هي قليله عندي او كمان صعب ان انا استخرجه من الأور بتاعه، من الاصل بتاعه. فكده كمان الحاجه لما تبقى ريسايكل، لما تبقى معمل لها اعاده تدوير، اللو كوست اوف ريسايكل هتبقى سعرها اقل. يعني مثلا اوقات بنشوف ناس في الشارع بتلم الكنزات الفاضيه. ليه؟ عشان الكنزات الفاضيه دي بتروح المصنع يتعمل لها ريسايكل، اعاده تدوير، بتتفرم وتتشكل تاني طبعا بعد ما تتنضف كل حاجه، وبيستخدموها تاني. تمام زي الفل زي الفل. ريسايكلينج زي ايه؟ كبر، الومنيوم، والاير، كل ده ممكن تعمل له ريسايكلينج. كده احنا خلصنا ليسون 1 في اول يونت. نكمل. لو تعبت روح، انا ما كملتش ربع ساعه متهيألي، لو تعبت روح اشرب ميه وتعالى كمل معايا. كوبايه شاي ومزمز يا باشا. توبيك 2 الاتوميك جروب. ايه هو الاتوميك جروب؟ قلنا يا باشا انا عندي حاجه اسمها كومباوند، عندي حاجه اسمها اليمنت، واليمنت بيعمل لي جروب. تمام؟ زي الامونيوم، زي النيتريت، زي النيترايت، حاجه وحاجه بيعمل لي اتوميك جروب. اهو ايون كومبوزد اوف مور ذان 1 اتوم ومور ذان 1 اليمنت، عنصر وعنصر. تمام؟ وعندنا التسميه بتاعتهم لازم تكون عارفهم. اهو كبرها لك. قلنا ال NH4 امونيوم، NH4 امونيوم، خدنا شويه بعض سم اتوميك جروب نحفظهم، طبعا خدنا اكتر في الحصه بتاعتنا. سلفيت SO4، سلفيت SO4. مستر انا بتلخبط بين السلفيت والسلفايت، اي حاجه فيها 8
8 اخرها 8، فكده عدد الالكترون معاها بيبقى كتير. يعني سلفيت بص SO4 سلفايت 3 بس. طب النيتريت اكتر من النيترايت، بس خلي بالك النيتريت مش 4، النيتريت هتبقى 3، فالنيتريت هتبقى 3، نيترايت 2. فوسفيت 4 سلفايت SO3، مفيش حاجه اسمها فوسفايت عشان ما نهبطش، هي فوسفيت PO4 بس. سلفايت SO3 كربونيت CO3 هيدروكسيد OH. زي الفل زي الفل. الفرق ما بين الاسيد والالكالاي باختصار شديد، لو انت اول مره تفتح نيوتن قلنا اسيد في اتش، الكالاي في او اتش. الاسيد بيحول البلو الريد، الالكالاي بيحول الريد لبلو بس. اهو يا معلم، اسيد سبستانس وذ سوليوشن بيدوب في الميه بيزود لي الهيدروجين الاتش بس، لكن الالكالاي substance with the solution in water increase the percentage of OH hydroxide. زي الفل. تأثيره على الليتمس ستريب، ورقة عباد الشمس. الليتمس ستريب دي ورقة كده لما تكبر شوية تخش المعمل تبقى اسمها ورقة عباد الشمس، صغيرة جدا كده، نحطها في المحلول نشوف هتتحول لإيه، لونها هيتحول لإيه. لو هي بلو فهتتحول لريد، يبقى كده إيه؟ ده أسيد. طب لو هي ريد وتحولت لبلو يبقى ده كده بيز. زي الفل زي الفل. اكزامبل بقى الحاجات الاسيديتي زي الليمون الكاتشب والكرابس والالكالاي زي ديترشنت المنظفات بتاعتي زي الفل، والبيكنج سودا كمان. ماشي. طب ازاي بيتكون الاسيد والالكالاي؟ قال لك الاسيد بيتكون لما انا بحرق النون ميتال بيطلع لي اسيدك اوكسايد، لما بحرق النون ميتال بيطلع لي اسيدك اوكسايد بس. اهو سلفر وحطيت عليه اكسجين فحرقته طلع لي سلفر تراي اوكسايد. قال لك لما دوبته في ميه فورم اسيد، فكده السلفايت ديسولف ان ووتر تو فورم H2SO4. ده ايه؟ الاسيد حرقت نون ميتال، اسيد حرقت نون ميتال، لكن الالكالاي حرقت ميتال، الكالاي حرقت ميتال، الكالاي حرقت ميتال. burning of metal produce basic oxide، burning metal produce basic oxide. اهو مغنيسيوم بلس اكسجين اداني مغنيسيوم اوكسايد، مغنيسيوم بلس اكسجين اداني مغنيسيوم اوكسايد. when it dissolve in water form alkali، كون ليه؟ الكالاي مغنيسيوم اوكسايد in water form مغنيسيوم هيدروكسيد. زي الفل زي الفل. الجزء ده بقى مهم جدا جدا جدا. ليه النيمنج؟ هنقول الكترون كوندكتيفيتي بسرعه. دي قلت لك ان الاسيد جود كوندكتور وفي منه سترونج اسيد جود كوندكتور، لكن ده ويك اسيد باد كوندكتور، وده في منه سترونج الكلاي وده في منه ويك الكلاي. الاكزامبل حفظ. تمام زي الفل. معظم طلاب اولى اعدادي بتتلخبط في التسميه ما بين الاسيد والبيز لما يجي لي كومباوند، ويا مستر احول ازاي؟ اخره 8 ولا اخره 8 وهيتحول لايه؟ ركز معايا دقيقتين 3 اشرح لك الموضوع بالتفصيل. انا دلوقتي عندي تسميه الاسيد وتسميه للبيز. انا بحب ابدا بالصعب فهسمي لك الاول الاسيد. قال لك الاسيد ليها تسميتين. اول حاجه لو الاسيد بتاعي ما فيهوش اكسجين. يعني ايه يا مستر ما فيهوش اكسجين؟ هات قلم معايا كده اغير اللون خليه اسود يا معلم. قال لك لو الاسيد بتاعي ما فيهوش اكسجين. يعني ايه ما فيهوش اكسجين؟ يعني لو كان HCl. هل الهيدروكلوريك اسيد ده انت شايف فيه اكسجين؟ لا خلاص. فقال لك التسميه بقى بنبدا بالاناين ونحط في الاخر اسيد. اهي بنبدا بالاناين اللي هو هيدروكلوريك، اهو هيدروكلوريك اسيد، هيدروكلوريك اسيد. في حاجه صعبه؟ بنحط هيدرو اهي وورد هيدرو، بعد كده نحط في الاخر اسيد. هيدرو عشان في اتش، هيدرو والكلور كلوريك اسيد، هيدرو كلوريك اسيد. لو اتش بي ار هيدرو بروميك اسيد. خلص. يبقى الكومباوند بتاعي في حرف اتش وما فيهوش او اتش، ما فيهوش اكسجين، ما فيهوش حرف الاو، فكده على طول هبدا بهيدرو وانتهي باسيد، هيدرو بروميك اسيد. في حاجه صعبه؟ لا يا مستر. ركز بقى معايا عشان دي اللي بتلخبط ونغير اللون. قال لك طب لو في اكسجين يا مستر؟ قال لك خلي بالك بقى انا عندي في اكسجين، طب ما انا عندي كذا اسم للاسيد. انا خدت يا معلم عندي نايتريت، ده انا بشرحه هنا يعني ده ملوش، بص انا خدت كده ده ملوش علاقه باللي فوقيه. ماشي ماشي.
وعندي نيترايت HNO2. يا مستر ده فيه اوكسجين وده فيه اوكسجين، بس ده بيتنهي بكلمة 8 بحرف 8، وده بيتنهي بكلمة ايت نيترايت. ده نيتريت من غير الاتش، ده نيتريت وده من غير الاتش نيترايت. دي اتش يا شباب ها. تك 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 تك. ايه ده؟ انا بعمل كده ليه؟ الو لون بص خالص، لون خف شويه. ماشي سهل. تاني عادي عادي، احنا فاضيين ما قلناش حاجه. تمام. HNO2 لون بهت خالص. تمام نكمل فيديو ونعدلها. HNO2 قال لك خلي بالك لو انتهى ب 8 نيتريت وحطيت مع اتش ولقيت مع اتش في اوكسجين هتبقى ايك. هتبقى ايه؟ ايك. هتبقى نيتريك اسيد. القلم اختلف ده. لو انتهى ب 8 هيتحول اخر حته فيها ايك، يبقى النيتريت هيبقى نيتريك اسيد. النيتريت هيبقى نيتريك اسيد. النيتريت هيبقى ايه؟ نيتريك اسيد. هينتهي بايك. تمام زي الفل. لكن لو انتهى هو اصلا بايت هينتهي بنيتروس. يعني 8 اك 8 اك 8 اك ايتوس 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 نيتريك نيتريك نيتريت نيتريك. طب لو بينتهي باي تي اي زي ده نيترايت هتبقى نيتروس ايتوس ايتوس نيترايت نيتروس نيترايت نيتروس نيتريت نيتريك اسيد. زي الفل زي الفل. طيب يا مستر عايز تسميه، نمسح بقى كل ده. عايز تسميه الالكالاي. قال لك خلي بالك لو الالكالاي هو ليه تسميه واحده بس، هنبدا باسم الكاتاين بعد كده نحط فيه هيدروكسيد. عندك NaOH، هو الاو اتش ده اصلا اسمه هيدروكسيد فهنخليه صوديوم هيدروكسيد اهو، صوديوم هيدروكسيد بس. طيب يا مستر لو Mg، لو مغنيسيوم، مغنيسيوم OH فيبقى مغنيسيوم هيدروكسيد. ده كده الكاتاين. زي الفل. فيها صعبه؟ زي الفل. يلا بينا يا شباب نكمل ونقول الاكزامبل على تسميه الاسيد اللي احنا خدناه. مديك الفورمولا HCl، ده طبعا اناين ما دام ما فيهوش اكسجين يبقى قلنا ايه؟ حط هيدرو وننتهي باسيد. هيدروكلوريك اسيد. HBr هيدروبروميك اسيد. H2S هيدرو سلفوريك اسيد. H2SO4 سلفوريك اسيد. لكن خلي بالك بقى ده التسميه العاديه، لكن لو قال لك جازيوس ستيت ناس كتير بتلخبط في دي. لو قال لك الكومباوند بتاعي في حاله غازيه انسى بقى التسميه اللي احنا قلنا عليها واقرا الكومباوند عادي. اقرا اليمنت اليمنت. ده اتش هيدروجين، ده سيل كلورايد. يبقى في الحاله الغازيه ناس كتير قوي بتتلخبط فيها. في الحاله الغازيه هيدروجين كلورايد بس، هيدروجين بروميد بس من غير اسيد من غير هيدرو، هيدروجين سلفايد بس. ده في الحاله الغازيه. زي الفل زي الفل. طيب مستر تسميه الالكالاي، تسميه الالكالاي مغنيسيوم هيدروكسيد وامونيوم هيدروكسيد في الحاله بتاعتنا الطبيعيه ما فيهاش جاز ستيت. زي الفل زي الفل. خدنا كمان التشارج بتاع الكومباوند بتاعي. قلنا الكومباوند بتاعي عنده تشارج لازم مجموعهم الفالنسي يطلع زيرو. يطلع كام؟ يطلع زيرو. فالتوتال تشارج اوف اني كومباوند ايكوال زيرو. ازاي يا مستر؟ اهو عندك H2SO4، عندك H2SO4. تعالى نحسبه تعالى نحسبه. هي مكتوبه اهي الاتش معاها ايه؟ فوق كده في بوزيتيف فده 1، فكده جنبيها 2 ف1 في 2 1 في 2 ماشي بلس فوق ها الاس او 4 نيجاتيف 2. اس او 4 نيجاتيف 2 في جنبها رقم؟ مفيش رقم. في جنبها رقم؟ مفيش رقم. انت بس الرقم اللي تحت مالكش دعوه بيه وانت بتحسب الفالنسي. بحسب اللي هنا واللي فوق. يبقى 1 في 2 بلس اللي فوق بضربه في اللي جنبه ما من element element بعمل بلس بلس نيجاتيف 2 تطلع بزيرو. نيجاتيف 2 بلس 2 تطلع زيرو. طب هنا نفس الكلام مغنيسيوم مع 2 فكده كتبنا بوزيتيف 2 بلس الاو اتش. الاو اتش انا عندي نيجاتيف 1 وال2 2 دي على الاثنين كلهم فبنحطها جنبيهم عادي 2 اتش كده بقت نيجاتيف 1 في 2. زي الفل زي الفل. في حاجه صعبه؟ ماشي. نيوتراليزيشن رياكشن قلنا ده تفاعل الاسيد مع الامطار. بتنزل لي امطار
اسيديتي، فيها اسيديتي. طب ليه يا مستر؟ تعالى اشرحها لك بسرعه جدا. يعني ايه اصلا نيوتراليزيشن رياكشن؟ قال لك ده رياكشن اوف اسيد وذ بيز. اي اسيد مع اي بيز يدينا سالت ووتر، اي اسيد مع اي بيز يدينا سالت ووتر. هناخد الاسيديك رين نقول اول نيوتراليزيشن. احفظ دي مهمه جدا هتفيدك قدام كمان. اسيد وبيز سالت ووتر، اسيد وبيز سالت ووتر، اسيد وبيز سالت ووتر، اسيد وبيز اتش ال، مع انه اتش ده اسيد وده بيز. عرفت منين يا مستر ده بيز؟ ما البيز قلت لك هي الالكالاي، اخره اتش يبقى ده بيز، اتش ال في اتش بس يبقى ده اسيد. يدينا ايه على طول؟ سالت ووتر. مستر ازاي عملت الايكويشن؟ قلت لك اللي بره مع اللي بره واللي جوه مع اللي جوه. نجيب قلم ونشرح اهو. نصغر بس القلم. طق 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 طق. مش من هنا. ماشي. شايف الاتش دي والاو اتش دي كده، دي بره ودي بره، صح؟ هما بيرتبطوا ببعض، اللي بره بيحب يرتبط اللي بره، واللي جوه بيحب يرتبط مع اللي جوه. شايف اهو؟ نجيب لون تاني. الالوان. شايف السي ال وشايف الان ايه؟ قريبين من بعض، هيرتبطوا ببعض. الاليمنت ارتبطوا انت لسه. السي ال مع الان ايه كلورايد مع الصوديوم، فالسي ال مع الان ايه هيرتبطوا ببعض، يطلع لك ان اي سي ال. لكن الاتش والاو اتش هيرتبطوا مع بعض، اتش و اتش على طول. اتش مع الاتش كده عندي 2 اتش مع اتش 2 او، ده الووتر. يبقى ده كده اي اسيد مع اي بيز ادانا سالت ووتر، اسيد وبيز سالت ووتر، اسيد وبيز سالت ووتر. تمام، نكمل يلا بينا. ايه بقى يا مستر الاسيديك رين؟ قال لك يا معلم مش احنا العربيات عشان تمشي بتحرق بنزين، صح؟ صح يا مستر. طب مش البنزين ده بيطلع في الجو لما يتحرق بيطلع دخان في الجو؟ اه يا مستر. او الفحم، الكبابجي اللي انا بشم ريحه، الله دي ريحه حلوه. الكبابجي ده من اخطر الحاجات على البيئه اصلا، هو بيحرق الفحم، بيطلع لك فحم محروق، بيطلع لك فوسيل فويل بيرنينج محروق. فده بيسبب ايفوليوشن اوف اسيديك اوكسايد، بيطلع لك حاجات اسيديك اوكسايد زي ال NO2 والاس او 2. طب دي يا مستر بتعمل ايه؟ قال لك الحاجات دي الايفابوريشن دي، الدخان ده ديسولف ان ووتر فيبور، يعني ده بيدوب في الووتر فيبور. وانا عندي الووتر فيبور بيطلع يكوندنس في السحاب. ما الحاجات دي تطلع فوق، صح؟ تطلع فوق كوندنس، بتتكثف في السحاب. فبعد كده السحاب ده لما يجي ينزل بيبقى فيه الاسيد ده فولينج اسيديك رين. فهمت؟ الدخان ده بيدوب في الووتر فيبور اللي بيطلع فوق يكون لي سحاب. السحاب ده كده اسيديتي، بص لون وحش، بينزل ايه؟ اسيدك. فده بيسبب دامج علينا احنا. بيسبب ايه بالظبط؟ ريسبيراتوري ايشي، مشاكل في الجهاز التنفسي في الانيمال والهيومن الاثنين. افكت على الاكواتيك ايكو سيستم، النظام البيئي، عشان الامطار دي بتنزل في الميه كده، الميه يبقى فيها حاجات اسيد، حاجات وحشه. دامج ذا بيلدينج، برضو الميه دي بتدوب المباني عشان هي ايه؟ اسيدك. ده الفل اهو. قال لك الاسيد دونت رياكت مع ايتش اذر، يعني ما ينفعش اسيد واسيد يتفاعلوا مع بعض، لازم اسيد يتفاعل مع بيز. ونفس الكلام على الالكلاي، دونت رياكت وذ ايتش اذر. ماشي، النقطه دي مهمه جدا. نفس الكلام الميتال اوكسايد اللي هو البيزك اوكسايد، قلنا البيزك ده ميتال اوكسايد رياكت وذ اسيدك، لكن ما ينفعش يتفاعل مع الكلاي. نفس الكلام النون ميتال اسيدك رياكت وذ الكلاي، كان ما ينفعش يتفاعل مع اسيدك. ان هو اسيدك ما ينفعش يتفاعل مع اسيدك. هي اللي فاتت زي الفل. زي الفل. مديك شويه يوزز بقى على الاسيدك والالكلاي سريعا، صغيره شويه نقولهم كلهم كده مره واحده. قلنا اول حاجه اللاكتيك اسيد اللي بيتراكم في العضلات عشان انا اعمل مجهود فتبني عضله. لاكتيك اسيد يوز تو بروفايد المسل، بيدعم العضله مع النسيسري انرجي during the lack of oxygen. لاكتيك اسيد ده قلنا اللي موجود في اللبن، بيقول لك ايه وانت صغير؟ اشرب لبن عشان ايه؟ تكبر وتبني عضلات. زي الفل. زي الفل كده عرفنا شرحها لي. بيتراكم في العضلات فبعمل بياخد الاكسجين والانرجي بتطلع العضله. هيدروكلوريك اسيد ده سكريت بيتفرز في المعده عشان يساعد في هضم الاكل. ماشي. ثالث حاجه ده فيتامين بناخده من الصيدليه عادي، اسمه ميلك اوف ماجنيسيا، ماجنيسيوم هيدروكسيد، بيستخدم في النيوترلايز الجاستريك اسيديتي. تمام. ماشي. توبيك 3 الكيميكال انديكيتور. على فكره اللي جاي سهل جدا. الكيميكال انديكيتور يعني ايه يا مستر؟ كيميكال انديكيتور قلت لك دي ماده كيميائيه بنحطها بتشير، اهي كيميكال سبستنس بنحطها بتشير
لينا او بتبين لينا ما بين الاسيد والالكالاي اهو. chemical substance color differ، اللون بيختلف ما بين الاسيد medium from alkaline medium. chemical substance color different chemical substance color different in acidic medium from alkaline medium in acidic medium from alkaline medium. معايا chemical substance with color differ chemical substance with color differ in acidic medium from alkaline medium in acidic medium from alkaline medium. مستر انا زهقت. ما تزهق يعني في ايه؟ اقعد كمل. طب ما انا زهقت. انت مالك يعني؟ زهقت ما زهقتش؟ كمل يعني. كمل خلاص هانت. فات الكثير ما باقي ايه الا الكثير برضه. Universal indicator. انا عندي نوعين من الانديكيتور، عندي حاجه اسمها يونيفرسال انديكيتور وعندي حاجه اسمها ليتمس انديكيتور. ايه اليونيفرسال انديكيتور؟ ده بيفرق ما بين الاسيد والبيس على حسب السترينث اهو. انديكيتور كان ديفر بين اسيد اند الكالاي او ما بين ديفرنت اسيدك اور ديفرنت الكالاي بيزد اون سترينث، القوه بتاعته، وهناخده بالتفصيل شويه كده على حسب البي اتش سكيل. تمام. طب ايه يا مستر الليتمس انديكيتور؟ ليتمس انديكيتور جاي من كلمه ليتمس بيبر، قلت لك ورقه عباد الشمس، قلت لك من شويه الاسيد بيتحول لريد، بيز بيتحول لبلو اهو، تيرن بلو انتو ريد due to the effect of H، فده كده ايه؟ نعرف ان هو اسيد. طب هنا الكالاي ميديم تيرن ريد انتو بلو، فكده ايه؟ ده نعرف ان هو الكالاي ميديم. زي الفل زي الفل. ان نيوترال ميديم زي الووتر، قال لك the color of both blue and red strip don't change، اللون ما بيتغيرش، فكده ده مفيش ولا H ولا OH، يعني نمبر اوف عدد، مفيش حاجه اكتر، يعني مفيش ال H مش اكتر ولا ال OH اكتر، فاهمني؟ يعني مفيش H زياده ومفيش OH زياده، كده العدد الاثنين بيساوي، ال H بيساوي ال OH. زي ايه؟ زي الووتر. زي ايه؟ زي الووتر. قلت لك البي اتش بتاعها بتكون 7 وهناخدها برضو بالتفصيل. في عندي حاجه اسمها هيدرنج بلانت، قلنا الكلر بتاعها بيختلف، في الاسيديك سويل محتاجه بلو كلر، لكن في البيزك سويل بتبقى ريد كلر، في الاسيديك بتبقى بلو لكن في البيزك بتبقى ريد. ده برضو بنفرق البلانت، بيقول لك ايه يصير برضو في البيئه. تمام. ايه البي اتش سكيل؟ اسهل حاجه عندنا في اليونت دي، قلت لك انا عندي بي اتش سكيل، ده زي مسطره كده من 0 ل 14، في النص في نمبر كام؟ 7. من 7 ل 0، من 7 ل 0 ده اسيدك، من 7 ل 14 ده بيز. ده رقم بيبين لي الميديان بتاعي اسيدك ولا بيز. يبقى من 7 قبل 7 less than 7 اسيدك، more than 7 بيز اهو، من 0 ل 14 بي اتش. طب لو 7 يا مستر تبقى نيوترال متوازنه، number of H equal number of H، تبقى الووتر اهي. السكيل ده بنستخدمه في ايه؟ use to determine the acidity or basicity of solution range from 0 to 14 اهو يا معلم. less than 7 يبقى ده acidic، يبقى ده ايه؟ acidic and strength increase as the approach 0. يعني ايه؟ يعني كل ما قرب من الزيرو يبقى الاسيدك بتاعه قوي، يبقى الاسيدك بتاعه ايه؟ قوي. يعني لو اديتك بي اتش ايكوال 5 وحاجه ثانيه بي اتش بتاعتها 0، فالزيرو كده الاسيديتي بتاعتها اعلى، لكن 7 نيوترال. طب اكتر من 7 مور ذان 7 يبقى كده السوليوشن بتاع الالكالاي سترينث برضو كل ما يقرب من 14 بيبقى البيزك الالكالاي بتاعته اعلى. تمام، قوه الالكالاي اعلى. طب ازاي اقيس الميجرنج ذا بي اتش؟ قال لك البي اتش فاليو اوف سوليوشن ميجر باي يوزنج وان اوف ذا فولوينج ميثود. في طريقتين برضو قيس الام اتش. في حاجه اسمها اكيوريتلي، بالظبط بالجهاز، بجيب الجهاز وخارج منه زي حاجه زي القلم كده، بحطها في السوليوشن بتاعي، بيقول لك ايه؟ بيطلع لك الرقم على طول. يوزنج بي اتش ميتر ديفايد، يوزنج ايه؟ بي اتش ميتر ديفايد. طب ابروكسيمتلي تقريبا باي يوزنج يونيفرس انديكيتور ستريب، اللي ايه؟ الورقه بتاعتنا والبي اتش بتاعنا من 0 ل 14. زي الفل زي الفل. قال لك خلي بالك الاسيديك سويل is treated by adding basic solution زي كالسيوم هيدروكسيد. التربه بتاعتنا عشان اعالجها بحط عليه بيزك سوليوشن. في عندي اسيديك اليمنت وجازيوس اليمنت وبيزك اليمنت، ازاي نفرق ما بينهم؟ قال لك الاسيديك اليمنت زي الكربون دايوكسيد، اللون بتاعه بيتحول من بلو ريد. طب مستر احنا عاملين نعيد في نفس الكلام، ده سهل جدا. طب الجازيوس اليمنت خلي بالك بقى، الجازيوس اليمنت زي الهيدروجين نيتروجين اوكسجين، اللون بتاعه مش بيغير الانديكيتور ما عدا الكلورايد. ده ريموف الكلر اوف بوس،
يعني لو قال لك الكالر دونت تشينج اوف ذا انديكيتور، الانديكيتور بتاعه لونه ما اتغيرش، يبقى ده كده جازز اليمنت. لكن المعاه ده برده كلورين، ده جاز، كلورين جاز بيشيل اصلا اللون خالص من الستريب، بيخلي لك ايه كلرلس زي الفل زي الفل. طب البيزك اليمنت بيحول اللون بتاعي لبلو زي NH3. اخر توبيك معانا في يونت 1، خلاص هانت عشان انت زهقت بس هنكمل. السالت، ايه تعريف السالت؟ الديفينيشن بتاع السالت قال لك السالت ده ايونيك كومباوند. السالت ده ايونيك كومباوند. طب ما دام ايونيك، قلت لك ما دام ايونيك يبقى التفاعل بتاعته سريع. لكن لو كوفالنت السبيد اوف كيميكال رياكشن، ما دام ايونيك دي نوت زياده، ايونيك يبقى التفاعل بتاعه سريع. لكن لو كوفالنت كان بطيء زي الفل. ionic compound قال لك most of which are produced from the reaction between alkali and acidic. ده الديفينيشن. هو عباره عن ionic compound معظمه بينتج من التفاعل ما بين الاسيد والبيز. التفاعل ما بين الاسيد والبيز بيطلع لك سالت. تمام زي الفل. قلت لك الاسيد بيبقى اناين والبيز بيبقى كاتاين. التسميه بتاعته قال لك ذا نيم اوف اني سالت بيبدا بتسميه الكاتاين. ببدا بالكاتاين، عندي ده كاتاين وده اناين، يبقى هبدا بالام جي المغنيسيوم كلورايد. ببدا بالكاتاين بعديها الاناين. زي الفل زي الفل. اهي لو الايون بتاع 2 element صوديوم كلورايد salt are formed as a result of the combination، يعني لما هيتكون من حاجتين مع بعض، لما اجيب كاتاين مع اناين احطهم مع بعض ده كون لي سالت. دي امثله يعني عليه. قال لك الايون اوف element في الاتوميك جروب اهو امونيوم كلورايد، صوديوم نايتريت، ايون اوف 2 اتوميك جروب عادي نفس الكلام كاتاين واناين. طب الالوان، عندي شويه الوان لازم اكون حافظهم في السالت، زي الكبر سلفيت لونه ازرق، زي النيكل كلورايد لونه جرين، زي الزنك سلفيت او الصوديوم كربونيت لونه وايت. زي الفل. فيها صعبه زي الفل. الكترونيجاتيفيتي، ركز معايا بقى. يعني ايه الكترونيجاتيفيتي يا مستر؟ قلت لك يعني السلبيه الكهربائيه. السلبيه كهربائيه. الكترونيجاتيفيتي تعالى نشوفها بالتفصيل. قال لك عندي حاجه اسمها كوندكت الكتريستي، يعني عندي في سوليوشن ليه الكترونيجاتيفيتي عالي فهو بيطلع الكترونيجاتيفيتي، بيطلع الكترونات شغل الايه الكتريستي، تشغل اللمبه دي. بجد يا مستر اقصد ده علم يا ابني علم. solution of salt and their molten salt اهو. باد كوندكتور حاجه اسمها distilled water، ميه ايه distilled water، لكن don't conduct electricity. ده زي solid salt زي الفل زي الفل. اهي باختصار الصوره دي تشرح لك كل حاجه. solubility الذوبان، عندنا املاح بتدوب واملاح ما بتدوبش بس خلاص اهي. solubility salt that doesn't dissolve in water زي الايه؟ زي السلفر كلورايد، زي الكالسيوم سلفيت، وكل الكربونات سالت. لكن كل الكربونات سالت دونت ديسولف، لكن ايه بقى؟ ما عدا الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم والكربونات. ماشي ماشي. طب اللي بيدوب في الميه ديسولف ان ووتر، كبر سلفيت، نيكل كلورايد and salt of sodium والامونيوم والنيتريت والبوتاسيوم. زي الفل زي الفل. تاني البي اتش فاليو قلت لك less than 7 acidic. example امونيوم كلورايد نيوترال 7 زي ال NaCl. NaCl ده برضه نيوترال. ماشي ماشي. والالكلاي Na2CO3 زي الفل. درس سهل جدا قلت لك. فكرة احنا خلصنا يونت 1. بص يونت 2 ودي هنزلك لها مراجعة برضه مهمة جدا عشان يونت 2 فيزيكس وصعبة. نزلك لها مراجعة في ساعة يونت 2 دي مهمة جدا، فاعمل سبسكرايب عشان الفيديوهات اللي جايه تنزل لك. خش الجروب. اخر حاجة salinity of the dead sea. قال لك في حاجة اسمها البحر الميت، ده عنده highest in the world، فيه 10 times higher than that of the Red Sea. يعني ده بحر الميت ده موجود. So it's not possible to drown in the Dead Sea. يعني ايه؟ قال لك الستاناليتي اوف Dead Sea، ملوحة البحر الميت عالية جدا ب10 مرات عن البحر الأحمر. فده يقول لك ايه؟ في ناس بتنزله بيعمل حاجات في الجلد بقى، بتاع لك الجلد وحاجات زي الفل، معلومة مالهاش أي ستين لازمة ما بتجيش في الامتحان كتير. في حاجة صعبة في اليونت دي، عايزك تكون كتبت معايا، عايز الملزمة دي وانت داخل الحصة معايا تاخدها برضو. خش الجروب هتلاقي رقمي اطلبها مني. ابعت الفيديو لاصحابك لو انت استفدت، واعمل سبسكرايب. الفيديو اللي جاي مهم جدا جدا. مع السلامة.